قصبة اكادير وفله هي واحد المنطقه اللي سياحيه وتاريخيه، منطقه اللي زوينه بزاف، اللي من الضروري الا جيتو لاكادير غيخصكم تشوفوها. فيها واحد المنظر اللي غزال كيطل على اكادير كله. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا عليها بجميع التفاصيل، كيفاش يمكن لك تطلع للقصبه، شنو هما الوسائل النقل اللي يمكن لك تمشي فيهم، لي زاكتيفيتي اولا الانشطه اللي تقدر دير تمايا. اليوم ان شاء الله كلشي غادي نهضروا عليه بالتفصيل. كنقول لكم السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى تلايكيو ليا بالفيديو، تعليق زوين وبارطاجيو الفيديو الى عجبكم. بالنسبه للترونسبور راه كاينين 3 ديال وسائل النقل باش يمكن لكم تطلعوا لاكادير وفله. كاين الطاكسي اوطوبيس وكاين التليفيريك وكاينين حتى الرجيلات، كل واحد علاش قدر. طاكسيات راه حنا هنا شديناهم من جهه المرسى. بالنسبه للطاكسي صغير كيديكم ب 30 درهم، سواء كنتي بوحدك او لا كنتو 3 ديال الناس. كتخلصوا الطاكسي كيوصلكم حتى للقصبه. الا بغيتو تنزلوا راه كاينين طاكسيات موجودين، يعني الترونسبور راكم ما توحلوش فيه بصفه نهائيه. كنتي جاي من اكادير غتوقف حدا المرسى، او لا كنتي جاي من النواحي ديال تاغازوت وديك الشيء كتوقف حدا المرسى. كاين الطوبيس وكاين الطاكسي. بالنسبه للطوبيس حتى هو راه كاين تما، كتاخذوا الطوبيس ب 8 دراهم، كيقطع لكم الورقه الي وروتور ب 8 دراهم، كتطلع بهذيك الورقه. واي طوبيس كيكون نازل بنفس الورقه كتهبط، يعني 8 دراهم وكيحطكم هنا كما شفتوا. تبارك الله راه عطا الله الطاكسيات، ما تخافوش نهائيا. الوسيله الثالثه اللي هي التليفيريك، اللي كتاخذوه من التحت ب 80 درهم، حتى هو كيقطع لكم الورقه كيجيكم ويرجعكم ب 80 درهم. اللي عنده رجيلات تبارك الله صحاح، وكاينين الناس اللي كيبغيو يديروا الرياضه، لبسي برديلتك يا لاله والسيرفيت ديالك وطلعي تمشي ديري شويه د المارش، منها كتشمي هوا نقي ومنها رياضه. وخاصه اللي كانت الصباح بكري كيكون الجو زوين. صافي كيحطكم الطوبيس اولا الطاكسي، كتدخلوا للقصبه اللي هي هذه هانتوما كتشوفوها. اول حاجه كتلقاوها هما هاد لي بانو راه كتبين فيهم كيفاش كانت القصبه وكيفاش ولات من بعد الترميم. يعني راهم رمموها وقدوها تبارك الله، ولات غزاله شهوه منها. حتى الناس اللي كاينين في اكادير وشحال هادي ما مشاو لها راه غتجيكم مبدله. عرفتي يا سلام، داروا لها الجليج تبارك الله، ولات غزاله. هنا كتبين هاد لي بانو اللي كيبغي يعرف التفاصيل بالنسبه للناس اللي كيهتموا بهذا الشيء وكيبغيو يعرفوا التفاصيل، راه كلشي مكتوب تمايا. اول حاجه كنلقاو هنايا هي هاد الساحه الكبيره تبارك الله اللي دايرين فيها هاد الجمل. بالنسبه لهاد الجمل راه تقدري تركبي فيهم نتوما وليداتكم او لا. بالنسبه للثمن ديالهم راه دايرين لهم 40 درهم. حاليا راكم عارفين الصيف كلشي تيتزاد، حتى هما مساكن كيبغيو في هاد الوقيته يترزقوا. الله يسهل علينا وعليهم وعلى كل مسلم يا ربي. كتركبوا وليداتكم كيضربوا بكم هكا دويره في القصبه. كاين حتى الخيل اولا العودين، كان داك العود الصغيور اللي تيقولوا ليه السيسي. ما قدرتش نصور وناخذ راحتي بزاف، علاش؟ حيت كانت القصبه عامره بزاف. حاولت نشد لكم هكا غير المناطق اللي شويه خاويين، اما راه كانت ما شاء الله عامره على الاخر. وكما كتشوفوا هاد الساحه تبارك الله اللي تتشوف في اكادير لتحت. اكادير فله اولا القصبه د اكادير فله راه جات طالعه، يعني تطلعوا في واحد الجبل وكتشوفوا اكادير كله لتحت، يعني كله هو كيبان لكم هنا الشاطئ. انا غنزومي لكم. هادي راه مارينا، كتشوفوا المرسى، كتشوفوا البحر ديال اكادير، كتشوفوا الطريق الرئيسي اللي كتجيكم هكا للتشيرين زكان، الطريق الكبيره تتوصلكم فين ما بغيتو. مناظر اللي زوين، وخاصه الهواء. عرفتو مشيت مع جويه ديك 6 ونص هكا كيكون الجو شويه مبرد، ما كتكونش ديك الشمس، راه واحد الهواء اللي غزال بزاف بزاف بزاف. هنا كاينين الناس اللي كيبيعوا هكا دوك الطبيلات، كيبيعوا لي زاكسيسوار، سنيسلات، خويتمات هكا دي بورت كلي. كاين اللي كيبغي يجي يدي هكا سوفونير لعائلته، خاصه السياح. راه هنايا كتلقاوهم جميع الاجناس كاينين. وحتى الناس ديالنا تبارك الله السياحه الداخليه، الناس وعاو ما شاء الله، ولاو كيسافروا ولاو كيعجبهم يشوفوا بحال هاد المناطق. وهنا كاينين هاد السيدات اللي كنحييهم تحيه خاصه، ما شاء الله عليهم تبارك الله عليهم. وتبارك الله على كل امراه حاذقه اللي كتجبد شي فكره وتخدم بها على راسها. صلاة النبي عليهم وتبارك الله عليهم. هاد السيدات راه عندهم كسيوات ديال الشلحه اولا الكسيوات الامازيغيه الخاصين هكا بالمنطقه ديال اكادير، والثمن جد رمزي. وحتى اللبسات راهم جداد
مصايباهم جداد، كاين في الحمار، كاين هكا في الصفيار، تبارك الله لي زاكسيسوار كلشي كاين. هكا الا عندك بنيات بغيتي تصوريهم كياخدوا التصويرات كيبقاو لهم في هاد البلايصه. بالنسبه للثمن راه 20 درهم، يعني ثمن اللي بسيط بزاف. اللي غيسولني على التوقيت، راه ما كاين حتى شي توقيت محدد، مثلا ساعه او نص ساعه كتلبسها لبنتك او لا تلبسيها نتيا وتقدري تبقاي بها الوقت اللي بغيتي، كتصوري على خاطرك، وديك الساعات حتى كتقنعي وترجعيها لها كتعطيها 20 درهم. تحيه لهاد الناس. هنا بنتي لبسات تبارك الله عليها عجبها الحال، ضربات التصويرات اللي زوينين بزاف. كيبقاو هاد السوفونير، هاد الذكريات او لي سوفونير اللي تيبقاو، شي حاجه اخرى راه ما تتبقاش. وهنايا واحد جوج بنيات ديال واحد السيده تلاقيت بها تما متتبعه، تحيه ليها كنحييها من هذا المنبر، كنقول لها تبارك الله عليك وتبارك الله على البنيات ديالك. هنايا انا كحست لجهه السطور باش نوريكم تيليفيريك باش تشوفوها عن قرب. كيبان لكم تبارك الله اكادير كله ارتو واحد اللي هو غزال ما نقدرش نعبر، خصكم تجلسوا فيها باش تعرفوا الاحساس ديالي. هنايا راني قربت لكم بزاف هاد التليفيريك اللي قلت لكم الثمن ديالو 80 درهم، كيوصلكم حتى لهنايا، كتساراو على خاطركم وبنفس التيكيت ديالكم تترجعوا البلاصه منين هزتكم تيرجعكم ليها. انا نوريه لكم عن قرب. الانسان مزيان يجرب شي حويجات اللي ما عمرو دارهم، هكا ما فيها بس مره الانسان يتهلا في راسو. انا قربت لكم هنايا باش تشوفوه، واحد تيمشي وواحد تيجي. اللي ما عندي يعني اللي ما تيخافش، انا تنخاف من شي حاجه اللي طالعه بحال هكا ما نقدرش نركب في العلا. قول لي الطياره شنو غديري فيها؟ كل واحد والنفس ديالو. المهم هو هذا، انا حاولت نقرب لكم، بغيت ندخل هذيك لاجونس ديالهم باش يعني نصور لكم. ما دخلتش صافي، واحد الوقيته كان سكت ليا التليفون دي شارجه وما قدرتش ندخل. اللي كيسول على الطواليطات راه كاينين تما، كاين واحد الجامع ديال العيالات وجامع ديال الرجال اللي بغى يصلي، كاين واحد هكا واحد سوبر مارشي صغيور الا بغيتو تشريو شي حاجه، يعني راه كلشي متوفر فيه. الانسان ما فيها بس يزور بحال هاد المناطق، يتفجج يتعرف عليهم. والفيديو كان ديالي هو هذا، كنتمنى نكون ما نسيت حتى شي حاجه، هضرت على جميع التفاصيل. اللي اول مره كيشوف القناه كنقول ليه مرحبا بك والف مرحبا. ما تنساش اختكم اللايك، تعليق زوين. اللي ما مشاركش في القناه كنقول ليه مرحبا بك والف مرحبا، شارك في القناه، فعل الجرس باش دائما يوصلك الجديد ديالي، وحتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.